بالله عليكم، بالله عليكم بلاش تنساقوا ورا نغمة التحكيم. بلاش تنساقوا ورا نغمة التحكيم. بلاش تقلد الجمهور المنافس اللي احنا بنقعد نتريق عليهم. يعني لما بيطلع كده يقول يا صياح اقترب، احنا عمالين نصيح من امبارح، احنا عمالين نعيط من امبارح، ومفيش حد من الاداره عندنا ذكر كده طلع خد موقف. مفيش حد طلع خد موقف. مفيش حد طلع قال يلا يا كرة نكسة، انا مش لاعب تاني دوري الابطال لحد ما تظبطوا الدنيا. محدش طلع. مش ده نفس الحكم اللي طرد جريديشار؟ ليه حكم لنا ماتش في ربع نهائي دوري الابطال؟ الحكم ظلمك امبارح، الحكم ظلمك في ضربة الجزاء بتاعت محمد هاني. الفار اللي رجعه، الفار الكرة كانت عدت والدنيا مشيت، الفار اللي قال له والله العظيم ما هي معدية، تعال. الكرة محمد هاني ايده مش في وضعها الطبيعي، طالع بايده في هنا الزاوية اللي الحكم شافها، لقى ان في لمسة يد فحسبها ضربة جزاء براحته، تقديره انها ضربة جزاء. طب ما عمل ايه تاني؟ ادى لمحمد هاني كارت اصفر. طب ما الكارت الاصفر مستحق على محمد هاني. كان في ضربة جزاء لأشرف بن شرقي. طب أنا بقول إن أشرف بن شرقي أكتر واحد في آخر كام ماتش كده بيعرف يعترض على التحكيم وبيعرف يروح يتكلم مع التحكيم. ما اعترضش ليه وصمم إنها ضربة جزاء؟ قام ليه وكمل لعب. بصوا يا جماعة، أنا عندي قناعة، أنا عندي قناعة. الحكم عمره ما هيعرف يمسك رجلك ويمنعك من التسجيل. الحكم عمره ما هيمنعك من الفوز او حتى انك تسجل التعادل. في كره تريزيجيه امبارح شاطها، الحارس بتاع الترجي صدها. الكره دي كانت كفيله انها تتسجل جول، ما تسجلتش والحارس صدها. الحكم كان هيمسك رجل تريزيجيه وما يخليهوش يسجلها جول؟ اقول لكم على حاجه، احنا اخر 3 ماتشات في دوري الابطال واخر 3 ماتشات في الدوري، انت بتتكلم في ماتش منهم ماتش ربع نهائي، انت تصعد منه نص نهائي. بقالك تقريبا 8 ماتشات او 8 سنين تقريبا الترجي مش عارف يكسبك على ارضه. انت بتتكلم في ايه؟ فانت والفريق اصلا انا مش عايزه اقول لك، يعني مش عايزه اقل من الفرقتين، لان الماتش فعلا كان ضعيف جدا. الماتش كان ضعيف جدا، مش من ناحيه الاهلي بس، ومن ناحيه الترجي كمان. الترجي مش الفريق اللي كان بيلعب بالشراسه اللي انا اشوف يا ده الحمد لله ان احنا جينا من هناك متعادلين. لا، احنا كنا نيجي من هناك كسبانين. احنا كنا نيجي من هناك كسبانين، بس الاداره بتاعتنا عماله تورطنا في مدربين وفي صفقات انت مش محتاج. مشي عماد النحاس قبل كاس العالم للانديه، ما تفهمش ليه، بس انت قاعد انت مستجيب قوي، مستجيب قوي. بصوا يا جماعه، انا لا باخد سكريبتات من حد ولا حد بيقول لي انا كلامي من دماغي. راحوا جابوا ريبيرو اللي شبه الديك، تمام. موظف. خسرنا الله اكبر، قدمنا مستوى في كاس العالم للانديه، يعني مش عايزه اتكلم بامانه. يمكن لو كان عماد النحاس كمل، او اكيد لو كان عماد النحاس كمل كنا هنقدم مستوى افضل من ده. عماد النحاس اللي جه انقذ لك الدوري في الاخر بعد ما كنت تقريبا ان انت بتخسر الدوري، تمام. راحوا جابوا مين؟ جابوا يسترب. مين يسترب ده يا جماعه؟ عنده سي في قوي. مش مهم السي في مش مهم، مش عايزين سي في قوي. يعني احنا عايزين مدرب كويس، مدرب عنده افكار، مدرب عنده شخصيه. ده لا عنده شخصيه ولا عنده افكار ولا عنده اي حاجه. 3 ماتشات في الدوري و3 ماتشات في دوري الابطال، ماتش الشبيبه 0-0، ماتش الجيش الملكي اللي على ارضك وسط جمهورك، والجمهور كان متعشم ان انت هتروح تكسب، رحت بمنتهى الخذلان والرعونه اللي في الدنيا اتعادلت مع الجيش الملكي 0-0، والجمهور ما استكفاش بكده، ده كمان حرم فرقته من دعمهم ليه في ربع نهائي دوري الابطال. ماتش الترجي جاي بدون جمهور عشان الجمهور بتاعنا كان نازل يعني ينتقم من لعيبه الجيش الملكي اكتر منه دعم لفريقه بلا وعي. 3 ماتشات في الدوري زد والله ما فاكره مين. ال3 ماتشات انت بتكسب ماتش وتتعادل ماتش وتخسر ماتش. 3 ماتشات دول لو كنت كسبتهم كان فاتك متصدر الدوري، عشان بيراميدز خسر من الزمالك والزمالك خسر من انبي. فعلى النتائج دي يا عم بلاش ال3 ماتشات، لو كنت كسبت ماتش الطلائع بس كان فاتك متساوي مع الزمالك وبيراميدز في نفس عدد النقاط. احنا بنقدم اسوأ فترة كروية ممكن اكون شفتها في حياتي من ساعة ما بدأت اشجع النادي الاهلي. اسوأ فترة، اسوأ فترة. ويعز عليا ان الكابتن محمود الخطيب لو هتكون دي اخر فترته معانا انها تنتهي بالشكل ده، انها تنتهي بالشكل ده. عايزين حد يا جماعة، عايزين شخص، عايزين يا جماعة ناس تقف للناس دي. انت اتظلمت، تمام. فين ردة فعلك؟ كابتن محمود الخطيب هتفضل لحد امتى حضرتك مؤدب ومحترم مع الناس دي لا ينفع معاهم لا ادب ولا احترام. وبعيدا عن التحكيم وبعيدا عن كل ده، عشان انا مقتنعه ان حجه التحكيم دي ما هي الا حجه بيعلقها الفاشل عشان يبرر بها فشله. فانا عمري ما هقولها،
انا عمري ما هقولها. احنا خسرنا في الملعب امبارح وكان ممكن الترجي يضاعف النتيجه وتبقى النتيجه 2 و3، بس الحمد لله ان الماتش خلص 1-0. بنقول لسه في شوط تاني هنا، لسه في اي نعم الماتش من غير جمهور، بس عادي عادي، لسه فيها هتلعب وهتسترجل، لان مفيش شكل في الملعب، مفيش افكار، مفيش خطط، مفيش اي حاجه في الملعب. اللعيبه عشوائيه. انا عمري ما شفت لعيبه الاهلي لا بيعرفوا يتحركوا بكره، ولا بيعرفوا يتحركوا من غير كوره، ولا في جمل، ولا في حاجات، مفيش اي حاجه في الملعب. ده هيتغير، الدنيا هتظبط. راحوا جابوا لنا كاموش، جابوا لنا الجزار، جابوا لنا احمد عيد، جابوا لنا مدرب شرطه الجزائي 6 مليون يورو. ايه ده؟ وبعدين تقول لي تحكيم؟ المفروض ان انا اسيب كل ده واجي اقول له منك لله يا عيسى سي، انت اللي ظلمت الاهلي. طب ما هو حتى لو الترجي ما كانش اتحسب له ضربه الجزاء، طب ما هو كان ممكن يكسب، وكان اكيد هيكسب. في كوره في الشوط الاول لولا مصطفى شوبير صدها كان ممكن يسجل منها جول، وفي كور تانية بعد ضربه الجزاء برضو كان ممكن تسجل، وكان في كوره لحسين الشحات كان ممكن يسجلها جون تعادل في اخر الماتش. الحكم كان هيمنع حسين الشحات يسجل جون تعادل؟ الحكم منعك ان انت تلعب وتأدي في الملعب بشكل كويس؟ بالله عليكم، بالله عليكم، اصل دي كده احنا هنا تمام، احنا بننزل، فبالله عليكم بلاش فوق العبث كل اللي احنا فيه ده ان الجمهور كمان يطلع يبرر الشكل ده للاعيبته بالتحكيم. بلاش، بالله عليكم بلاش، لان احنا زي ما قلت لك احنا في أسوأ فتره ممكن تعدي على جمهور النادي الاهلي. كل الدعم للفريق، كل الدعم للاعيبه، ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله يجيبوا المكسب من هنا ونتاهل لنص النهائي. بس انا دايما بصه خطوه لقدام، خطوه للي جاي. انت الفريق الوحيد اللي خسر، انت واستاد مالي في ربع النهائي، انت واستاد مالي. فريقين، بيراميدز اتعادل، الهلال السوداني اتعادل وبره ارضهم على فكره. انت الفريق الوحيد اللي خسر بره ارضه، انت واستاد مالي. فهل هنشوف تعديل والدنيا هتظبط معانا، ولا هنخرج من ربع النهائي خروج مستحق؟ لو الترجي قدر يعمل عليك نتيجه هنا، اصل انت دلوقتي اي تعادل يخرجك تمام، محتاج تكسب على الاقل فرق 2. يعني لو 2-1 برضو هيبقى ليه افضليه التسجيل. ما اعرفش ان كانت الفكره دي اتلغت ولا لا، بس اعتقد لو 2-1 للترجي، الترجي ممكن يصعد بافضليه ان هو سجل على ارضك وانت ما سجلتش. ما اعرفش ان كانت القصص دي اتلغت ولا لا، بس انت محتاج تكسب مش 1، انت محتاج تكسب 2 و3، محتاج تكسب 2 و3. فاتمنى من كل قلبي ان اللعيبه دي تسترجل وتركز في الماتش الجاي، وان الاداره تحط ايدها بقى على الحاجات اللي بتحصل في النادي ويظبطوا الدنيا، لان يعز عليا قوي ان دي تكون نهايه كابتن محمود الخطيب معانا. والجمهور مش راضي عن اللي بيحصل الفتره دي، وكاره الدنيا، وشغفنا ناحيه فريقنا كل مدى عمال يقل. بالله عليكم رجعوا لنا فرقتنا، ورجعوا لنا شغفنا تاني للنادي اللي احنا بنتنفسه مش بنحبه. بالله عليكم كفايه كده. وبص على المشجع اللي قاعد، اللي ما فيش اي حاجه بتفرحه، ولا بيقبض فلوس، ولا هو عضو في النادي، ولا هو بيعمل اي حاجه، هو قاعد بس كل فرحته في الدنيا انه يشوف فريقه بيكسب. فبص علينا احنا المشجع الغلبان وظبطوا الدنيا بالله عليكم قبل ما الدنيا تبوظ اكتر من كده.